اليوم غندويو على موضوع جريء واللي هو العادة السرية. ولكن قبل ما نبداو وقف الفيديو ودير لي زياد ديالك باش تسمع مزيان وانت غير محرج امام العائلة ديالك والصحاب. العادة السرية اللي عرفوها الغرب بالنوفاب سنة 2011، بمعنى آخر تحدي 90 يوم بدون عادة سرية ومواقع إباحية. The NoFap. About NoFap. Because I'm on 30 days of NoFap. Or NoFap. انتشرت هاد العادة بطريقة كبيرة وتما فين ولاو بزاف ديال الناس كيهضروا عليها وتيجربوها، ولقاو بلي أغلبية المشاكل اللي كانت عندهم تحلات، زائد بزاف ديال الفوائد اللي ما متوقعاش. Superhuman powers. 9 months in, I felt like Superman. I got a job promotion. High confidence, maximum motivation, more energy, testosterone. I could pick up a truck. Really get me out of my depressions. Greater self. بزاف ديال الناس بدلت حياتهم بفضل تقنية النوفاب، بمعنى كتقطع المواقع الإباحية والعادة السرية. هاد التحدي المدة ديالو 90 يوم. فهاد الفيديو غندويو على الأضرار ديال الإباحية وأشنو غيوقع ليك ملي تحبسها، وغنعطيك الطريقة الصحيحة باش تحبسها وتسهل عليك. هاد الفيديو ماشي بحال أي فيديو آخر، تسلسل ديال الأحداث والطريقة باش تخدم تيخلي المعلومات تدخل لدماغك بسهولة وتعاونك باش تبعد من هاد العادة. نبداو الفيديو، ولكن قبل ما تنساش دير لايك وسبسكرايب للقناة. الاسم ديالها قنعنا باللي هي عادة سرية، ولكن في هذا العالم المادي ما كاينش شي حاجة سرية، لهذا انا كنسميها بالعادة السلبية. انا ما غنقولش لك خاصك تقطع هاد العادة وديك الهضره اللي كتعاود ديما، لانه بكل بساطة انت الشخص الاول اللي فكرتي مع راسك باش تقطع بلا ما يقولها لك حتى شي حد. عمرك سولتي راسك علاش انت كدير هاد العادة، وعلاش فاش كتبغي تبني شي عادة بحال الفياق بكري او عادة زوينة ما كتقدرش تداوم عليها، ولكن هاد العادة كتداوم عليها تقريبا كاملين؟ عمركم سولتوا راسكم هاد الاسئله؟ حيتاش اصلا واخد الموضوع بطريقه غلط. ودابا بما انني انا اللي سولت فانا اللي غنجاوب. انت كتمارس العاده السريه باحثا عن السعاده. مثلا الا دوزتي سيمانه كامله وانت كتقرا وكتجيب شي نقطه زوينه كتحس احساس زوين، والا لعبتي ماتش ديال الكره مع صحابك وكنتي انت هو الهداف في داك الماتش كتحس احساس زوين، وملي كتهز تليفونك وكتدخل بكليك وحده لشي موقع اباحي كتحس احساس زوين. غير هو الفرق هنا الا بغيتي تتفرج في البورنوغرافيك حاجه سهله، ماشي بحال القرايه ضروري من الصغير والحفاظه باش تجيب نقطه زوينه وتاخذ المكافاه ديالك. ولكن البورنوغرافيك كل ما خاصك دير تهز تليفونك وبكليك وحده انت خديتي المكافاه ديالك. دابا تخيل معايا لو كان غير بكليك وحده تقدر تربي فورمه زوينه، واش غتريني ولا دير ريجيم ولا تاكل ماكله صحيه؟ طبيعه الحال لا. دابا انت ولا انت ملي كتدخل شي موقع كتكون خديتي احسن مكافاه في الطبيعه وهي الجنس، حيت الدماغ اهم مكافاه ليه هي الجنس، يعني كتولي تاخد اهم مكافاه بكليك وحده وصافي. وهذا الشيء اللي تيخلي الموتيفاسيون دير شي حاجه اللي ما كايناش بسبب هرمون الدوبامين. وباش نعرفوا اضرار العاده السريه والمواقع الاباحيه خاصنا ضروري نهضروا على هذا الهرمون. الدوبامين هو ناقل عصبي تيكون في الدماغ ديالك واللي مسؤول على المكافآت. هذا الهرمون هو اللي تيخليك تدوز نهار كامل كتقرا باش تاخذ نقطه زوينه، هو اللي تيخليك تلعب نهار كامل في لعبه، هو اللي تيخلي الناس يترينيو باش يوصلوا الفورمه اللي تيحلموا بها. الدوبامين هو المسؤول على عمليه البحث على المكافاه، وهو اللي تيعطيك الموتيفاسيون والحماس باش دير شي حاجه صعيبه، وبلا بيه ما تقدرش حتى تخرج من الدار. الا خدينا مثلا الحشيش والمخدرات كنلاحظوا باللي راهم تيخليو الدماغ يفرز الدوبامين بنسبه كبيره بزاف. هادشي علاش الدماغ تيتخربق وكيولي عندك نقص في الدوبامين. نشوفوا بعض اضرار نقص الدوبامين. اول حاجه كتعرض ليها وهي الاكتئاب، والرغبه ديالك غتمشي ليك والتركيز ديالك غيولي مشتت، وغتولي عندك مشاكل في الذاكره، غادي تولي تنسى بزاف، والشعور بالسعاده غيمشي ليك حتى هو، وغتولي ديما مطحطح وعيان واخا ما دير والو، وما غادي تبقى مهتم بحتى شي حاجه، ويوليو عندك مشاكل في النوم. هادشي كامل اللي دوينا عليه وباقي ما ذكرناش الاضرار كاملين ديال نقص الدوبامين، ذكرنا غير اهم الاشياء. تقدر تقول بلي راه هادشي كيتسبب فيه غير المخدرات، ولكن الا جيتي تشوف راه حتى العاده السريه عندهم تقريبا نفس التاثيرات والاضرار.
هادشي كامل ويلاه دوينا على الاضرار ديال الدماغ، وراه كاين جانب اخر واللي هو الجسد. لا جينا ندويو عليه ما غنساليوش، ولك ان تتخيل اخي واختي اضرار اللي كتسبب لك بهم العاده السريه والبورنوغرافيك. نطلعوا درجه اخرى وندويو على اشنو غيوقع ليك ملي غتحبس العاده السريه. دراسات كتبين باللي في السيمانه الاولى فاش كتحبس العاده السريه ما كتحسش بشي فرق كبير، ولكن غتلاحظ باللي الانرجي كتزاد شويه والرغبه في العاده السريه كتزاد. داكشي راجع لهرمون التستوستيرون كيكثر في الجسم، وهادشي اللي تيخلي اوتوماتيكمون القوه ديال الشخصيه ديالك تزاد، وكتحس براسك تيق في نفسك بزاف والحشمه كتنقص. نهار العاشر غتحس بلي غيتزاد الانجذاب ديالك للجنس الاخر. من بعد 15 يوم البشره ديال وجهك غتولي احسن من اللي كانت، وغتولي فيك واحد الطاقه ايجابيه. اي حاجه غديرها ديك الساعه غتستمتع بها اكثر. ملي غتكمل شهر غتحس بالصفاء الذهني وواحد القوه في التركيز، وكتولي عندك القدره باش تجاوب اي واحد بغى يهينك ولا ينقص منك. من بعد 3 شهور غتحس بلي راك وليتي انسان اجتماعي. الاختلاط اللي كنتي كتهرب منه شحال هادي غتولي تبغيه. داز عام وانت قاطع الاباحيه، غتولي تكره شي حاجه سميتها الاباحيه واي واحد كيتفرج في هذا المحتوى. واهم حاجه هي كتولي انسان جديد وبعادات جديده. كيفاش تحبس العاده السريه؟ دابا مع الانترنت ولا كلشي تيلقى المتعه في الدار بلا ما يحتاج يخرج برا، وتم فين ما كيلبيش ديك الرغبه الاجتماعيه اللي عنده في دماغه. هنا دماغه كيمشي يجري البورنوغرافيك. باش تغلب على هاد العاده اول حاجه خاصك دير هي التغلب على الاشياء اللي كتخليك تحفز هاد الرغبه، وخاصك تمشي تلعب الكره ولا تريني ولا تمشي للتيران او تريح مع صحابك في القهوه. مهم هو غير ما تبقاش بوحدك باش تبعد من هاد العاده. بالنسبه للدين اشنو تيقول في العاده السريه؟ كاين هاد الشيخ هذا تيقول باللي راه حرام، وكاين هذا تيقول راه حلال. واذا كنتي فاهم وعندك شي ادله على واش حرام ولا حلال ما تنساش تفيدنا في لي كومونتير. واخيرا وصلنا للاخر ديال الفيديو. الا وصلتي حتى لهنا كنشكرك بزاف على وقتك، وبغيت منك حاجه وحده هي تدعمني بلايك وكومونتير وسبسكرايب. كان معكم خوكم ايوب، نتلاقاو في فيديو جديد.